جيل التمانينات. انت ريس مش قلت لي غير في الستايل؟ قلت لي غير، مش تبقى شاوي ورامي عيسى. عسل يا ريس. عسل غصب عنك يا حبيبي. اكيد يا ريس. لجيل الثمانينات والتسعينات ما قلتش اكشن. اتفضل قول يا ريس. كليك على وشك يا حبيبي. انت شكلك مستجد في الفيديو. معلش يا ريس. اكشن. ما لو انا ابو الفلوس اللي بتذل الواحد بالطريقه دي. بتبطل بتقول ايه يا بطبوط؟ لا يا ريس، تسلم يا ريس. لجيل الثمانينات والتسعينات التواريخ مهمه جدا جدا، حتى لو هم ما عاشوش الاحداث بتاعت التواريخ دي، بس التواريخ دي بتاثر فيهم قوي. ابرز التواريخ دي جون مجدي عبد الغني، واللي احنا بنعاني منه لحد دلوقتي. بس انا بصيت في عينيه لقيته هيترمي ناحيه اليمين، قمت لعبها ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين. تاني تاريخ برضو مهم، زلزال 92. والتاريخ دوت بيثبت بالدليل القاطع اللي احنا جيل وش ونحس جدا. وفي اليوم دوت كلنا فاكرين اللي انت كنت عيل صغير كده ونزلت الشارع وحسيت ان انت نازل مول سيدي العريان، يعني عرض لانجيري، كله نازل من بيتهم الصبح فاهم ازاي بالطقمه. تالت تاريخ وده مهم جدا برضو بس للسناجل بس من جيل الثمانينات والتسعينات، 4/11 عيد الحب المصري. يا فرحة امك بيك. احنا شعب عاطفي جدا، او تقدر تقول ان احنا شعب زياط بطبعه. يعني احنا في اي عيد حب لازم ننزل نحتفل. شهر 11 عيد حب مصري نحتفل. شهر 2 عيد حب عالمي نحتفل. شهر 5 عيد حب هندي بنحتفل. مش بعيد قدام تلاقي في شهر 8 اللي جاي بيحتفلوا بعيد الحب لمجرد ان في نفس اليوم دوت عز الدين ايبك شقط شجره الدر من اقطاي. بعد اي مناسبه في مصر لازم بتظهر بعض الظواهر الكونيه اللي تعتبر ملاصقه ليها. وبعض الظواهر ديت عندك مثلا بعد اي شم نسيم لازم تسمع عن حالات تسمم. بعد اي عيد كبير او عيد صغير لازم تسمع عن حالات تحرش. بعد اي ماتش للمنتخب لازم تسمع عن حالات انتحار جماعي. وبعد اي عيد حب في مصر لازم تسمع عن حالات انفجار في المراره، ارتفاع ضغط الدم، سكر، شلل رباعي ونصفي لكل صغار السن من السناجل. عشان كده احنا بننصح كل الشباب السنجل في اليوم دوت ما تنزلش من بيتكم. خليك قاعد كده في البيت باحترامك، تبعت ابن البواب 5 جنيه زي حلوين على ازازه حاجه ساعه واقعد في بيتكم. اتفرج على القناه الثانيه، هي اي نعم قناه نفيخه بس هتبقى اهون لك من اللي انت تنزل الشارع وهتشوف اللي هتشوفه تحت. بالنسبه بقى للبنات، لو انت بنوته كده حلوه انزلي اليوم دوت، او ممكن ربنا يكرمك فاهم ازاي تطلعي بورده كلمه حلوه هترزقي اليوم دوت. لو انت وحشه بلاش تنزلي عشان هيتقلش عليكي وهتتزاولي مزاوله وحشه قوي. تقعدي في بيتكم برضه باحترامك، 20 جنيه شوكولاته كده وعصاير وتقعدي في بيتكم. او من الاحسن من دوت اللي انت تخشي مثلا على المواعين على فمين غسيل تطلعي غلك فيهم وهتتحسب لك نقطه حلوه عند امك. المشكله انك في اليوم دوت هتنزل هتشوف شويه مناظر هتتعبك. يعني انت هتنزل من بيتكم كده معزز مكرم وتلاقي الحصبه ضربت الشارع كله وكل عصفورين كناريا كده ماشيين مع بعض وضاربين الاحمر وفي ايدهم كيس هدايا. ايه الهبل ده؟ ايه الجنان دي مؤسسة صاحبة 7000 طن حضارة، حرام عليهم. وانت اخرك اليوم دوت نازل بكيس الزباله ترميه عشان امك قالت لك ريحته قلب الشقه. كمان كنا عايزين ننصح البنت السنجل في اليوم دوت ان هي تعمل دي اكتيفيت للاكونت بتاعها، لان هيدفع مرارتها اليوم ده بالليل. ليه؟ لان البنت المرتبطه اللي بتنزل تحتفل بعيد الحب اول ما بترجع بيتهم وتخش على الفيس بتبقى بسرعه 1200 بوست في الساعه، وهتفضل تنزل بوستات على تفاصيل اليوم مشت ازاي، وصور للهدايا اللي جات لها، وصور للمكان اللي قعدوا فيه. بيبقى البنت السنجل هين عليها تبقى تقول لها يعني ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. كمان الولد السنجل بيعاني اليوم دوت لما يكون قاعد بالليل على الفيسبوك ويدخل واحد مرتبط وكان بيحتفل بعيد الحب المصري وتلاقيهم داخلك في الانبوكس كده يقول لك ايه يا معلم قضيت عيد الحب النهارده ازاي؟ تقول له لا كنت قاعد في البيت. يقول لك معلم ما تحورش عليا قضيت عيد الحب ازاي؟ فتبقى عايز تقول له يعني انت مال امك انت مالك وانت مال شكلك وانت مال اهلك، انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدوتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص، لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص.
مش موضوعك انت خالص، انت لا انت ولا غيرك. ايه ده؟ ايه قله الذوق دي؟ وايه البجاحه اللي احنا فيها دي؟ اللي احنا اكتشفناه ان يوم 4/11 اللي هو مقصود بيه عيد الحب المصري، اللي ابتكر اليوم دوت مصطفى امين. وكان السبب ان هو ابتكر اليوم دوت ان هو كان شايف ناس رايحين يدفنوا واحد وكان ماشي وراه 3 بس. ولما سأل الراجل ده ماشي وراه 3 بس ليه؟ قالوا له ان الراجل ده ما كانش محبوب خالص. عشان كده هو قرر يعمل يوم اللي هو يبقى فيه حب الناس لبعضها، مش لللفلفه والحته بتاعتك بس، لا، اللي انت تحب بابا، تحب ماما، تحب اخواتك، تحب عم شعبان البواب اللي انت مطلع عينه وبتفرقع فيه صواريخ، تحب كل الناس اللي حواليك. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب مالينا غيره، والله مالينا غيره. عشان كده يا جماعه احنا كنا عايزين نتكلم بالعقل ونقول لكل اصحابنا المرتبطين اللي نازلين يحتفلوا اليوم ده، الهي يا رب اطلع ايه الالفاظ دي مظبوط، ما تفهمش على كده. سوري معلش، انا اسف سوري يا ريس، ماشي عصبيه بس. عشان كده يا جماعه احنا عايزين نتكلم بالعقل ونقول لكل اصحابنا المرتبطين اللي نازلين اليوم دوت وماشيين في الشارع وماسكين ايد بعض، احنا قاعدين في بيوتنا فوق يا ولاد عيال يا ولاد بتوسع عشان انت مش عايز حاجه رئيس